السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة طيبة ومباركة عليكم بإذن الله تعالى. قبل أي حاجة، اللي مش مشترك معانا في القناة يتكرم علينا باشتراك في القناة ولايك على الفيديو دعما لحبيبك وأخوك سوبر أهلاوي. في البداية يا سادة، الأهلي بمن حضر بعد إعلان عدم اكتمال شفاء عمرو السولية من الإصابة وياسر إبراهيم وغياب محمد عبد المنعم لعدم اكتمال شفائه او عودته من الاصابه بشكل كامل. النادي الاهلي غدا في القمه يعلنها. الاهلي بمن حضر، الاهلي بمن حضر. وخط دفاع كامل او خط دفاع النادي الاهلي بالكامل غائب. مين اللي موجود؟ مفيش غير رامي ربيعه وحده، او الوحيد في الدفاع هو اللي موجود رامي ربيعه بعد غياب او عودة رامي ربيعة في جزء من مباراة سموحة وشوية من مباراة المصري فقط لا غير. يعني رامي ربيعة كمان لسه راجع يا دوبك بيلعب في مباراة المصري. تخيلوا فريق خط دفاعه بالكامل غايب، وكمان رمانة نص الملعب عمرو السولية اللي هو من وجهة نظري الموسم الماضي في مباراة 5-3 عمل اسيست في مباراة 5-3، هو احسن اسيست على مر التاريخ في مباراة القمة. بصراحة عمرو السولية غائب لعدم اكتمال شفائه من الإصابة. إصابات بالجملة في النادي الأهلي. تخيلوا بقى لو الإصابات دي في نادي الزمالك كان عملوا إيه. بس إحنا بنقول الأهلي بمن حضر. إن شاء الله بإذن الله محمد مغربي هيكون له دور في المباراة، وهيمكن ممكن بالكتير قوي يكون بداية حقيقية لدفاع النادي الأهلي مع محمد مغربي بكرة إن شاء الله في مباراة القمة بإذن الله تعالى. وكل التوفيق للنادي الأهلي في المباراة القمة يوم السبت إن شاء الله، اللي اتغير ميعادها من 7 ل 8 ونص. إيه السبب ده ما نعرفش. وتعيين الحكم السلوفيني، حكم اللي حكم في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في الماضية في قطر، اللي حكم مباراة الأرجنتين والسعودية اللي انتهت بفوز السعودية على الأرجنتين 2-1، والحكم اللي حكم مباراة ويلز وإنجلترا. الحكم السلوفيني طبعا تعيينات كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الجديد اللي هو جه علشان يطور من أداء التحكيم. طلعنا بقى في صريخ وويل وزعيق من قناة الزمالك امبارح بالليل بالامس. والله بجد يا جماعة، تخيلوا ان محمد رجب وجمال عبد الحميد وصبحي عبد السلام، امبارح صبحي عبد السلام طلع تصريح. يمكن لاول مع ذلك احنا قلنا في بداية الفيديو غياب اصابات كفيلة بتغيير اي نتيجة لاي فريق او هدم اي فريق. الاصابات اللي عند النادي الاهلي كفيله بهدم اي فريق، ولكن احنا عندنا ثقه كامله ان شاء الله بعوده بيرسيتاو وجاهزيه محمد طاهر للمباراه غدا ان شاء الله، وعوده كهربا المتالق الفولت العالي اللي انا حاسس واثق ان هو هيعمل حاجه بكره ان شاء الله في مباراه بكره. ولكن صبحي عبد السلام طلع بقرار او تصريح، لا يعني انا ما اعرفش هو اللي هيصدقه عقل ولا مجنون، ولا هم بيضحكوا على جمهور نادي الزمالك بيصبروهم علشان لو الاهلي ان شاء الله باذن الله يكسب يبقى كده بيقولوا احنا قلنا لكم ان الحكم فاسد. هو حكم من الصفوه، ده حكم نهائي كأس الاتحاد الاوروبي الموسم الماضي، حكم لبرشلونه والروما وريال مدريد في كتير من المناسبات. على فكره هو حكم كويس، بعض الاقوال اللي بتتقال عليه ده كلام فاضي. المهم خلينا في صبحي عبد السلام اللي قال امبارح بجد تصريح غريب جدا وبيضحكوا على الناس. قال ان كلاتنبرج جايب الحكم ده السلوفيني وهيشربوه حاجه صفرة. والله بجد هيشربوه حاجه صفرة، وتم تعيين نادر قمر الدوله كحكم رابع في المباراه، علشان هو بيضحكوا على الناس بقى عشان يكملوا المسرحيه الهزيله والتمثيليه الضايعه الهابطه. بعد ما طلع كمان رئيس الزمالك ولول شويه ومحمد رجب اتالف تاليفه جامده جدا جدا، قال لك
ياسر عبد الرؤوف هو طبعا اللي هيحكم المباراه، الحكم الرابع ده لو حصل للحكم السلوفيني حاجه، واحنا ان شاء الله مع الحكام الاجانب بناخد حقنا. ادينا شفنا في مباراه بيراميدز المباراه الوحيده اللي اتلعبت صح مع النادي الاهلي، والمباراه الوحيده اللي الاهلي خد فيها حقه بكامل مكمل، والمباراه الوحيده ان شاء الله باذن الله بكره التحكيم الاجنبي هيكون ليه راي وشأن في المباراه، لان هو كلمه السر. هم اعتمدوا على الحكام اللي المصريين اللي بيدوا ضربات جزاء ظلم وبهتانا، علشان كده اتعودوا. ومحمد رجب بيقول لك ايه كمان علشان يكملوا بقى المسرح، ما مسرحيه بقى مشتغل كله اشتغل فيها. محمد رجب بيقول لك في البرنامج الهزيل قناه هزاز الرؤوس او قناه الزريبه، بيقول لك ان المرافق للحكام هو احمد جوهر. احمد جوهر ده اهلاوي صميم، هو اللي بيقول كده. احمد جوهر اهلاوي صميم، علشان كده بيقول لك علشان المؤامره تكمل. ليه بقى المؤامره تكمل؟ علشان الحكم وكلاتنبرج واحمد جوهر يقول للحكم الدوله كلها احمر في احمر واهلاوي، فعايزين الاهلي يكسب علشان ما ينفعش، علشان رئيس النادي الاهلي محمود الخطيب يقعد في رئاسه النادي عشان ما يمشوش لانه هو فاشل. محمود الخطيب اللي جايب 3 مليار للنادي الاهلي كرعايه، راعي خامس امبارح مضى للنادي الاهلي. محمود الخطيب اللي هيفتتح الفرع الخامس للنادي الاهلي بعد الفرع الرابع اللي عملوه في التجمع، في فرع خامس في العالمين بيتعمل جديد يعني، وفي اسكندريه غير الفرع غير فرع الاقصر. كله ده اللي هو اكتر نادي في العالم بيقول لك النادي الاهلي محمود الخطيب عايزين النادي الاهلي يكسب علشان يقعد على كرسي. ومرتضى منصور بيقول لك الاهلي بيجيبوا له رعاة من كل حته علشان يكسب ويجيب لعيبه. ادي تصريحات قناه الزريبه. وفي الختام ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك على الفيديو، ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي. سلام.